متابعين أكلات رايقة، أحلى أخوات في الدنيا. اسمي هالة ودي قناتي أكلات رايقة. النهاردة هنعمل فتة كوارع خطيرة. كل سنة وانتم طيبين وبفتة الكوارع معيدين. هنعملها بكل سهولة وهتطلع معانا زي الزبدة كده ومظبوطة والشكل تحفة وكمان الطعم خطير. معايا كارع واحد بس يا بنات، مش أكتر من كده علشان أنا ما عنديش ناس كتيرة بيحبوا الكوارع. انتي حسب العدد اللي عندك كتري. الكوارع طبعا متنضفة وعدت عليها بالخل والملح والزنجبيل. طبعا المحلول الأساسي بتاعي عندي مية على النار بتغلي. لازم تكون بتغلي يا بنات. هنسقط فيها كل كمية الكوارع وهنغطي عليها ونسيبها تقريبا ربع ساعة. تفضل كده تبقبق مع نفسها كده وتغلي وتطلع كل الشوائب، أي حاجة مش نظيفة، أي حاجة يعني بيبقى فيها زفرة، أي حاجة تتشال منها. الرغاوي والريم اللي بيبقوا فيها دول، حتى اللي انت شايفاها على السطح ده الدهون، لا انا مش عايزاها، مش ملهاش اي لزوم. انا بخرج منها اي حاجة شوائب على الجلد بتاعها. تمام. بعد كده بقى الطريقة الأصلية هنعمل ايه؟ انا شلت الكوارع صفيتها وغسلتها تحت المية كويس جدا زي ما عملت في الكرش بالظبط. هعمل مع الكوارع بس بطريقة مختلفة يا بنات. انا جبت مستكة معلقة سمنة كبيرة على شوية زيت كده تقريبا معلقتين، وعليهم 5 أو 6 فصوص مستكة. ما عندكيش مستكة مفيش أي مشكلة، ما توقفيش نفسك. هي بس مش أكتر غير إن هي بتخلي طعم السمنة وبتخلي طعم الشوربة حلو وبتسحب أي زفارة وبتبرز طعم المعطرات. يا بنات المعطرات اللي احنا هنحطها ايه؟ أنا معايا كام فص من الحبهان، هما 6 أو 7 بصراحة ما عدتهمش. يا دوب بس فتحتهم كده بالسكينة من فوق شقتهم. تمام. معايا قرفة عيدان، معايا ورقتين لورا. هنشوحهم مع السمنة يا بنات، مع السمنة العادية اللي احنا حطيناها دي ومع المستكة. طبعا المستكة فكت من السمنة. هننزل بقى ب5 6 بصلات صغيرين. عايزة تقطعي البصل براحتك، عايزة تسيبيه صحيح براحتك، بس انا عندي البصل صغير جدا جدا فحبيت احط كده ايه، قيمة 4 أو 5 حلوين جدا يا بنات. تمام. عندك جزر حطي مفيش اي مشكلة. كل حاجة تحت ايدك، يعني كل حاجة حسب ما انت بتحبيها. بس دي الطريقة اللي انا بحبها واللي انا بفضلها علشان خاطر نبقى ناكل الحاجة كده باطمئنان، وما يبقاش فيها زفارة، ما يبقاش فيها حتى شك. في ناس انا بشوفهم بياكلوا الحاجات دي بيقرفوا، لا الطريقة دي يا بنات مش هتخليكي تقرفي نهائي. طعم الشوربة رهيب كده زي الزبدة. الكوارع نظيفة، ريحتها نظيفة جدا، ما فيهاش زفارة، ما فيهاش التلزيقة اللي بيبقى فيها ريحة المذبح دي، لا خالص خالص خالص. امشي على الخطوات واحدة واحدة، هيطلع معاكي احلى فتة كوارع وتعزمي عليها الناس كمان. خصوصا لو انت لسه مبتدئه في المطبخ هتكوني استاذه. عملت ايه دلوقتي؟ جبت معلقه فلفل اسود، معلقه ملح، طماطمايه. انا بصراحه ما عنديش جزر ما عنديش كرفس. عندك جزر عندك كرفس، اي اضافات انا قلت لك او معطرات انت بتحبيها اشتغلي بيها. هنزود عليها الميه. تمام. احنا شوحناها كده قيمه 10 دقايق يا بنات الاول الكوارع مع السمنه والمنكهات اللي انا حطيتها دي، وبعد كده نزلت بالطماطم والفلفل الاسود والملح. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هنعمل الرز بالشعرية. انا عملته قبل كده بالكوباية وقلت لكم الرز المصري بيحتاج قد ايه، بس عندنا الرز المصري مختلف شوية. الرز المصري ارقام، في رز مصري بتبقى حباية كاملة، في رز مصري بيبقى نص حباية، الحباية بتتكسر على 4، على حسب، وليه ارقام يا بنات. تمام. النهاردة هنعمل الحباية الكاملة، الرز المصري الحباية الكاملة. هنعمل ايه بقى؟ معلقة سمنة كبيرة او معلقتين، معلقتين زيت كبار. نزلنا بشوية شعرية، شعرية عادية جدا، شعرية اللي هي بتاعة الرز عارفينها طبعا. هنفضل نقلب فيها كده. بصوا انا بقلبها ازاي، ده اللي بيخلي الشعرية كلها لون واحد ذهبي، جميلة خطيرة. انا غسلت كوبايتين رز، انا ما بستخدمش غير كوبايتين رز بس عشان ما يفضش مننا اي حاجة. كل واحد طبعا عارف مقدار البيت اللي عنده. انا بستخدم كوبايتين رز. غسلتهم كويس جدا، صفيتهم في مصفى لغاية لما نشف المية اللي فيها كلها. نزلنا طبعا على الشعرية، انزلي بقى تقليب تشويح تشويح كده علشان خاطر ده اللي بيخلي الرز يفلفل منك. ده خطوة من الخطوات اللي بتخلي الرز يفلفل منك، بس مش حاجة أساسية. نركز في الخطوات عشان الرز يطلع معانا ممتاز زي ما هتشوفي كده في الآخر الفيديو. بس خليكي معايا لغاية آخر الفيديو ويا ريت. بتمنى منك تدعميني وتعملي لي لايك وشير لكل أصحابك. خلاص يا بنات. هنفضل نقلب. اديناها كده نص معلقة صغيرة من الملح عشان يبقى الحياء مظبوط او الحدق مظبوط. عندك شوربة
تمام، ما عندكيش شوربة ممكن تستخدمي مرقة دجاج أو أي مرقة عندك، وتعملي عليها مَيّة ما فيهاش أي مشكلة، بس أهم حاجة يعني إيه تدوقي الملح بتاعها عامل إزاي، يكون مضبوط. أول لمّا تنزلي بالشوربة أو أول لمّا تنزلي بالمَيّة تدوقي الحُدْق بتاعها. دي شوربة لحمة عندي سمينة شوية، حلوة خالص يا بنات، عشان كده أنا ما كتّرتش في السمنة ولا في الزيت. فهانزل بيها بكام بقى كبشة، إحنا استخدمنا كوبايتين من الرز، استخدمت عليهم كام كبشة شوربة، 6 كبشات شوربة، 6 كبشات شوربة، يعني كل كوباية رز استخدمت عليها 3 كبشات من الشوربة. طيب الرز بيبقبق عندي هاسيبه يبقبق كده على نار عالية؟ لأ أبدًا، هاغطي الحلة وعلى شُعلة صغيرة جدًا ياخد راحته بقى، هو بياخد تِلت ساعة بالضبط. كده نختبر ده بعد ساعتين بقى أو ساعة ونُص تقريبًا، نشوف بقى الكوارع عاملة إزاي. هنختبرها إزاي يا بنات؟ بإيدينا كده أو بصوابعنا نضغط عليها، لو لقيناها جامدة شوية لأ، سيبيها براحتها خالص. هاسيبها كمان نُص ساعة، يعني تقريبًا أخدت منّي ساعتين ونُص أو ساعتين وربع بصراحة، يعني هي ما أخدتش نار كتيرة تمام يا بنات. برضه هنختبرها علشان ما تخنكيش، يعني في قطع كبيرة في قطع صغيرة، لازم كلهم يبقوا سوا واحد. خلاص هننشلهم كده زي ما انت شايفة، بس انا هحطهم في صينية علشان في خطوات تانية هنمشي عليها. شايفين الشوربة عاملة ازاي؟ حاجة كده تغذي، حاجة كده رهيبة. طعمها كان تحفة تحفة تحفة. لازم تستخدموا البهارات اللي انا بقول لكم عليها دي يا بنات، رهيبة رهيبة رهيبة. لما تيجي تقدمي الشوربة لازم تصفيها عشان بيبقى فيها حبهان وحاجات كتيرة. طيب نيجي بقى للصلصة بتاعة الفتة. دي بقى المزاج العالي، المزاج العالي الخطير بتاعي. هعملها بمكون سحري كده يمكن محدش عمله نهائي غيري. خلاص، معايا معلقتين سمنة بلدي، معلقتين زيت. طبعا احنا عارفين السمنة والزيت بتوع الرجيم، فاحنا لازم نزود الفتة. الفتة طبعا بتاعة الرجيم، فالموضوع يا بنات سهل جدا مش صعب. نخلينا بقى في الموضوع اللي احنا فيه ده، التوم والسمنة والزيت. طيب انا عملت ايه معايا؟ 6 فصوص من التوم او نص راس توم على حسب اللي عندك يا بنات، في فصوص توم كبيرة في فصوص توم صغيرة، انا استخدمت 6 فصوص كبار. خلاص فرمتهم كويس جدا. نزلت بيهم بقى على على السمنة وعلى الزيت، هنفضل نشوح فيهم زي ما انت شايفة كده قبل ما يتحمروا يبقى لونهم غامق. لو اتحول لونهم غامق يا بنات هيبقى طعم الفتة مش لطيف ابدا، هيبقى فيه سنة مرارة، مش هيديكي طعم التوم الصاحي او طعم التوم البارز. لا خلاص هو هيستوي، فهيفقد الزيوت بتاعته وهيفقد الطعم بتاعه وهيفقد اللذاذة بتاعته. خلاص نزلنا بربع كوباية من الخل، اديناها كده تقلبتين. ومرقة الدجاج دي مهمة جدا جدا جدا، مش عايزة اقول لكم بتخلي طعم الفتة رهيب، يعني مكعب واحد مفيش غيره. يعني انت مش حابة الموضوع خلاص استغني عنه، بس انا بقولك المكون ده والله بينقل الصلصة بتاعة الفتة لحتة تانية خالص. طعمها اولا غني، بتبقى طعمها كأنك حاطة عليها بدل شوربة الكوارع شوربة بط ولحمة وكوارع وفراخ، مش عايزة اقولك رهيبة رهيبة رهيبة. جربي ولو حتى حاجة بسيطة. نقلبها كويس، ننزل عليها بقى بكيلو طماطم. انا فرماها يا بنات وشايله منها البذر والقشر، يعني انا عصره منها البذر والقشر لانها ما بتبقاش لطيفه ابدا في الفته. نص معلقه ملح، نص معلقه فلفل اسود، وطبعا هنزود الحياء شوية بس لما تستبك، يعني علشان ما يخنكيش الطعم دلوقتي وتقولي لا كده الطعم كويس نزود نقلل، لا. انا سبتها لما اتسبكت شوية زي ما انت شايفة كده ولقيتها بكبكت شوية، فاكتشفت ان الطماطم مسكرة جدا، مش عارفة ايه السبب بصراحة، بس هي طماطم مسكرة جدا. عارفين كده لما تيجي تدوق الكاتشب هي بالظبط نفس الطعم. نزلت عليها بشوية شوية ملح بس مش اكتر. مش حابة الخطوة دي خلاص. انا معايا كده الكوارع يا بنات، حطيتهم في صينية زي ما قلت لك، صينية ألمونيا عادي جدا، علشان هي اساسا مش بتاعه التقديم. لو بتاعه التقديم حطيها بقى في صينيه تقديم او اي حاجه من بتاعه التقديم. هننزل عليها كده بشويه صلصه من اللي احنا عملناهم، مش عايزه اقولك بقى الصلصه دي طعمها رهيب،
طعمها خرافة خرافة خرافة، جميلة جدا، وممكن تستخدميها في حاجات كتيرة كتيرة كتيرة، زي مثلا المكرونة، زي مثلا الكشري المصري. خلاص انا اخدت الكوارع حطيتها تحت الشواية شوية بس علشان تنشف، مش علشان تاخد لون، هي طبعا الكوارع جلد مش هتاخد لون. احنا النهارده هنعمل الفتة بالرقاق الناشف زي ما انت شايفة كده. ده اطعم واحسن مليون مرة من العيش اللي احنا بنقطعه، وبعد كده بنرش عليه دهون او زبدة او زيت او اي حاجة وندخله الفرن. جربوا الرقاق في الفتة، حاجة كده عظمة عظمة عظمة. وهعمل معاكم برضو ان شاء الله الفتة بطريقة تانية. الفتة بنعملها بكل الطرق، وكل طريقة بتطلع احسن من التانية. انا بقى هسقيها بايه؟ بشوربة الكوارع دي، حاجة عظمة 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 عظمة، مش عايزة اقول لكم طعم الفتة كانت خطيرة خطيرة خطيرة. لازم تجربوها يا بنات، ولو حتى يعني تعملوا بيها مثلا نص رقاقة، طبق صغير، اي حاجة. بس لازم تبدعوا طبعا، وان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكم وتخرجوا الحاجة احسن من اللي انا بعملها بكتير. هنرش بقى شوية صلصة من الخطيرة اللي انتوا شايفينها دي. شايفين الطعم والشكل يا بنات؟ يا ريتكم يا ريتكم شمين الريحة. يا ريت اقدر اعمل لكم الاكل ده بايدي، والله ما اتاخر ابدا. هنرش الصلصة كويس جدا فوق الرقاق، علشان خاطر الرقاق يبقى طري وياخد من طعم التسبيكة يا بنات. ده بيبقى بقى حاجة رهيبة، هياخد من طعم التسبيكة وهياخد من شوربة الكوارع، ودي حاجة غنية جدا. نيجي بقى للرز، سبته على النار تلت ساعة بالظبط على نار هادية جدا جدا. شايفين بقى الشكل عامل ازاي؟ والطعم تحفة تحفة تحفة. طلع معانا مفلفل، مفيش رزاية يعني مش مستوية، لا كل حاجة مستوية. وعلى فكرة ما قلبتوش خالص، يعني هو بكبك كده على النار أول لما قلبته، وبعد كده هديت النار تلت ساعة. أنا ما بعليش النار خالص على الرز. كل الأكل بتاعي يا بنات يعني على نار هادية، أنا ما بعليش النار خالص على الأكل إلا قليل جدا، يعني زي الكوارع مثلا أنا سبتها ساعة كده على النار تبكبك مع نفسها على نار عالية، وبعد كده هديت النار. بس طبعا على عين البوتاجاز العالية، مش العين اللي هي أصغر عين بتاعة القهوة، لأ، بتاعة القهوة دي بحط عليها الرز يستوي براحة راحته. زي ما انتم شايفين كده الرز عامل ازاي، تحفة وطعمه خطير خطير خطير. يا ريتكم تجربوا الوصفات اللي انا بعملها يا بنات. طيب هنزين الطبق ازاي؟ زي ما انت عايزة. عايزة تحطي كل الكوارع، بس انا ما بفضلش الموضوع ده يا بنات، لان انا عاملة الكوارع بالعظم بتاعها. لو انت هتخلي الكوارع بالعظم تمام، حطيها في صينية ودخليها الفرن مع التسبيكة دي، هتبقى خطيرة. وترصيها كده على الصينية هتبقى تحفة. لكن أنا مش هخليها خالص خالص. كل اللي عندي بيحبوا الكوارع بالعظم بتاعها، علشان خاطر العصارة اللي بتبقى جوه الكوارع دي احنا بناكلها. تمام. بألف هنا وشفا زي ما تقدميها. بتمنى منك تدعميني بلايك وتعملي شير لكل أصحابك، وعايزاكي بقى تشوفي الطريقة الحلوة دي وتعملي زيها وتكتبي لي في الكومنتات.